ماتش خلص والناس كلها اتكلمت على كل اللعيبه، بس محدش اتكلم على الفرده الشمال التقيله بتاعت انبي اللي وقفت خطوره بيزيرا تماما وخليته مش موجود في المباراه. تقريبا ما فاتش منه غير بكوره واحده بس قدر ساعتها كالوشا يشيلها. تعال اتفرج معايا مهاب سامي صاحب ال 21 عام عمل ايه في بيزيرا. اولا هو ما كانش مديله فرصه اصلا يستلم الكوره، زي ما انت شايف لازق له في ظهره في كل كوره حرفيا، مش مديله اي مساحه خالص ولا اي فرصه انه يلف بالكوره ويرقص ويعمل الحركات بتاعته. وده كان سر تفوق مهاب سامي في كل الالعاب. زي ما انت شايف كده دايما قطع قبل بيزيرا، دايما هو في ظهر بيزيرا مش مديله فرصه يتنفس، دايما هو عنده القرار اللي بيسبق بيه بيزيرا في الدفاع، فدايما كان بيكسب كل الالتحامات وكل الكور تقريبا زي ما هو واضح في الالعاب اللي انا جايبها لك دي. تعال شوف مثلا اللعبه دي بيزيرا استلم عايز يرقص، مفيش يا حبيبي، تعالى رايح فين مهاب سامي واقف له بالمرصاد حرفيا، يا بيستلم بظهره فيلاقي مهاب سامي في ظهره، يا اما حتى لو استلم بوشه بيلاقي مهاب سامي قدامه قاطع الكوره. زي ما انت شايف كده في كل الالعاب اللي انا جبتها لك مهاب سامي حرفيا ما خلوش يتنفس تماما، ولا في الشوط الاول ولا في الشوط الثاني. يعني تعالى بص معايا الكوره دي كمان، هو بيزيرا من كتر ما هو زهق بقى يرجع الكوره وخلاص. بيزيرا حتى لما حاول يطلع الباك اليمين الناشئ بتاع نادي الزمالك، لا مهاب سامي برضه الناشئ قطع عليه وقطع الكوره من قدام الباك اليمين، والباك اليمين ما قدرش يعمل حاجه غير انه يعمل فاول. وزي الكوره دي برضو تاكلينج عالمي على طول من مهاب سامي، قاطع الكوره وراجع بيها، وعارف الراجل ده هو بيعمل ايه بالظبط، سواء بقى هي تعليمات حمزه الجمل او الراجل نفسه بيعمل كده، بس ما كانش مدي بيزيرا اي نفس او اي فرصه انه يشكل اي خطوره على مرمى انبي. حرفيا عطل بيزيرا تماما في الماتش ده، لدرجه ان معتمد جمال في اخر الماتش زهق ونقل بيزيرا نص الملعب ووداله عدي الدباغ. تفتكر عدي الدباغ عرف يعمل معاه حاجه؟ لا برضه زي ما انت شايف كده بيرجع الكرة لورا. عايزك تفتكر بقى ان اللي عمل الماتش العالمي الفني والتكتيكي الجامد دوت عنده 21 سنة بس، يعني تقريبا كان هو لسه بيلعب مع منتخب الشباب الاخير ده، لعيب مواليد 2005. انبي عندها مواهب شابة كبيرة جدا وكويسة جدا. يعني شوف كده الزمالك وجمهور الزمالك ومحللين الزمالك بيقولوا ان باك يمين نادي الزمالك ما عندوش الخبرات الكافية، فكتر خيره. وشوف ده اللي عنده 21 سنة الناشئ الشاب عمل ماتش عامل ازاي على واحد بيقولوا انه افضل جناح في مصر وافضل جناح في مش عارف ايه ومفروض يروح منتخب البرازيل. قول لي رايك في الكومنتات، انت كمان عجبك مهاب سامي ولا لا؟ وما تنساش اللايك والسبسكرايب ورأيك في السويت شيرت اللي انا لابسه. سلام. الظلم والمظلومية والملوخية اللي بيحاولوا يسطروها من امبارح، وبغض النظر عن الكورة بتاعت انبي ضربة الجزاء دخلت ولا لا، تعالى شوف هنا محمد اسماعيل ما اتطردش في الكورة اللي قدامك دي، دهس رجل لاعب انبي حرفيا. يعني مش ناقص غير ان الراجل يعمل جبيره في رجله في قلب الملعب عشان الحكم يطرده. وللاسف طارق مجدي ما طردوش ومحمد اسماعيل كمل لنهايه الماتش، وكمان عمل فاول تاني خطير جدا في نهايه المباراه، وبرده طارق مجدي ما ادلوش الانذار التاني وطرده. وده الظلم والمظلوميه اللي بيتعرض له نادي الزمالك دايما زي ما احنا شايفين، وعدت كده ومحدش اتكلم عليها عشان نادي الزمالك خسر في الاخر. والف مبروك لانبي وابننا كهروب واكتاي.